عايزة تتخني بسرعة؟ الكورتيزون ممكن يديك اللي نفسك فيه، بس قبل ما تفرحي خلي بالك جسمك كله بيتغير بطريقة خطيرة جدا. تعالي احكي لك عن بنت عندها 22 سنة كل مشكلتها انها نحيفة. حد قال لها خدي كورتيزون لمدة اسبوعين بس علشان وزنك يزيد، بس بعدها للأسف جالها سكر وضغط ولخبطة هرمونات. القصة دي بتتكرر كل يوم، والفيديو ده علشان يمنع تكرارها. في البداية تعالوا نفهم ايه هو الكورتيزون. الكورتيزون ده عبارة عن هرمون طبيعي جسمنا بينتجه علشان يحمي الجسم من الالتهابات ويوازن حاجات زي الضغط والسكر والمناعة. الجسم بيفرز الكورتيزون كل يوم بكمية محددة علشان يديك طاقة تكمل بيها يومك، وفي اوقات التوتر او المرض الجسم بيطلع كمية أكبر علشان يحميك من الالتهابات أو الضغط المفاجئ. يعني جسمك زي مصنع صغير بينتج الكورتيزون حسب احتياجه، وأحيانا الدكاترة بيوصفوه لعلاج بعض الأمراض المناعية والحساسية الشديدة وأمراض زي الالتهاب الرئوي والتهاب المفاصل. وهنا الدكاترة بيوصفوه بجرعات محددة علشان يكون ليه فايدة وما يعملش ضرر. تعالوا نتكلم عن الضرر اللي بيحصل للجسم لو تم استخدام الكورتيزون بدون استشارة طبية، خصوصا زي ما بيتم للأسف وصفه لزيادة الوزن من قبل بعض الأشخاص الغير متمرسين بحجة إنه بيزود الوزن وبينفخ الخدود ويخلي مظهرك أفضل. بس اللي ما تعرفيهوش انك مع كل مره بتستخدمي الكورتيزون بيعمل فيها مصيبه في جسمك، عن طريق انه بيقلل الافراز للهرمون اللي بيخرج كل يوم بشكل طبيعي، وبالتالي فانت عودت جسمك على كميه اكبر من اللي كان بيحتاجها، فالجسم يبدا يعتمد تدريجيا على الكورتيزون الخارجي، وده مع الوقت للاسف بيخلي الجسم يبطل انتاج الكورتيزون الطبيعي. تعالي بقى اعرفك ايه اللي بيحصل لما الهرمون يقل افرازه بصوره طبيعيه في جسمك. اول حاجه احتباس السوائل بشكل غير طبيعي في جسمك في اماكن زي الوجه والرقبه، وبيحصل توزيع غير متناسب للدهون في مناطق مختلفه في جسمك. مشاكل تانية اكتر خطوره زي ارتفاع ضغط الدم، هشاشه العظام، ضعف العضلات، والم في المفاصل، وضعف في المناعه، وده بيخلي جسمك للأسف أكثر عرضة للعدوى، وده في حد ذاته كارثة، لأن ممكن أقل فيروس زي دور البرد العادي يكون صعب جدا على جسمك إنه يقاومه. وكمان اضطراب في الدورة الشهرية عند البنات، ناهيك طبعا عن الحالة النفسية من تقلب المزاج واكتئاب وتوتر وصعوبة في النوم. طب حد هيجي يقول لي أنا بدأت آخد الكورتيزون بقالي فترة ومش عارف أعمل إيه. تعالى أقول لك هتعمل إيه لو لسه حديث العهد باستخدام الكورتيزون، يعني بقالك يوم او 2 أو 3 بالكتير. هنا مفيش مشكلة اننا نوقفه فورا وان شاء الله ما يحصلش مشاكل. اما بقى لو بتستخدمه بقالك اسابيع او شهور وبالفعل بدأت تحس باعراض زي دوخة او هبوط او ارهاق غير طبيعي، فالصح هنا اننا ما نوقفش فجأة ونتابع مع طبيب متخصص علشان يحط لنا خطة لسحبه تدريجيا من الجسم، وعلشان الجسم يرجع يفرزه تاني بشكل طبيعي. وما ينفعش ابدا نوقفه على طول، خلي بالك. وفي الاخر مش كل النحافه مرض، ممكن نزيد في الوزن بطريقه طبيعيه، زي اننا نهتم بالاكل الصحي والبروتين اليومي والدهون المفيده، واكيد نمارس الرياضه. وبرضه مفيش مانع اننا نطمن على صحتنا اننا نعمل بعض الفحوصات زي صورة دم كاملة وفحوصات الغدة الدرقية وتحاليل السكر. وافتكر دايما ان اي حاجة بتديك نتيجة سريعة غالبا وراها تمن غالي، والكورتيزون ممكن ينفخ بس ما بيعالجش نحافة. الزيادة الصح بتاخد وقت بس بتعيش. الوزن مش رقم على الميزان، الوزن صحة وشكل وطاقة. لو عاوز تزيد زود صح وبالراحة من غير ما تظلم جسمك. جسمك مش محتاج كورتيزون، محتاج فهم واهتمام. واخيرا لو حابب تنضم لعيلتنا وتعرف معلومات صحية وتطمن على جسمك، اشترك دلوقتي في القناة واعمل لايك للفيديو علشان يوصل لغيرك. ولو عندك تجربة او تعرف حد بياخد الكورتيزون علشان يزود وزنه، اكتب لي في التعليقات وابعت له الفيديو وقول له خاف على صحتك.